السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو امتحان الأوسكي. يا ترى يعني إيه اختصار كلمة أو الحروف بتاعة الأوسكي؟ ويا ترى يعني إيه امتحان أوسكي؟ يا ترى هنمتحن امتحان الأوسكي إزاي؟ ويا ترى إيه هي الحاجات اللي بنغفل عنها وبتوقع كتير من درجاتنا؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، فتابعوا للنهاية. ودلوقتي عايزين نعرف يعني ايه اوسكي، ويا ترى ايه اختصار الاربع حروف بتوع كلمة الاوسكي؟ هل لها معنى معين؟ وهل بتهدف لحاجة معينة انا محتاجاها من الطالب؟ طبعا وبالتأكيد. يلا نشوف مع بعض. اوسكي يتلخص في خضوع الطالب للامتحان من خلال مروره على محطات. دي اهم حاجة، مروره على محطات، حيث كل محطة تستغرق ما بين 4 ل5 دقايق أو على حسب السؤال المطروح. إيه ده يا دكتور مش فاهمين إيه محطات وإيه الحاجات دي؟ هنوضح بالتفصيل وهرسم لكم دلوقتي إيه اللي هيحصل، بس عايزاكم تركزوا إن امتحان الأوسكي عبارة عن مرور الطالب على محطات، كل محطة بتستغرق من 4 ل5 دقايق أو أقل أو أكتر حسب السؤال المطروح. طيب أوسكي OSCE دي اختصار لإيه؟ Objective Structure Clinical Examination. وعندنا برضو امتحان اسمه أوسبي، نفس الجملة ولكن بتختلف ما بين الكلينيكال والبراكتيكال. أوسبي Objective Structure Practical Examination. سواء كان أوسكي أو أوسبي أنا محتاجة أركز على حاجة واحدة بس، والحاجة الواحدة دي هقسمها لحاجتين، والحاجتين دول هقول لكم هنعمل في دي إيه وهنعمل دي في دي إيه، والموضوع كده انتهى وما تقلقوش. ودلوقتي بعد ما عرفنا يعني ايه امتحان اوسكي او اوسبي، اللي مش فارق معايا تعرف تعريفه خالص او الاختصار بتاعه، ولكن تاني حاجة بقى ونبتدي بقى في الاهم. طيب امتحان الاوسكي ده هنمتحن على ايه بالظبط؟ هنمتحن على العملي، الجزء العملي. الجزء العملي دي اول حاجة عرفناها. الجزء العملي فيه جزئين، استاتيك ودايناميك. استاتيك ودايناميك مش فاهمين يا دكتور؟ على سبيل المثال خدنا التمبريتشر، قياس درجة الحرارة، خدنا جزء نظري اللي هو الديفينيشن، النورمال رينج، الميثود، الساينس، كل الحاجات دي خدناها نظري، خدناها كأنها محاضرة. وبعدين خدنا الدايناميك اللي هي الستبس، ازاي بقى هقيس درجة الحرارة بالخطوات. قلنا خطوات معينة عن طريق الشيك ليست. يبقى انا عندي في الاوسكي او الاوسبي همتحن في ايه؟ همتحن في العملي. ليه باخد الحاجات دي يا دكتور؟ عشان هقول لكم دلوقتي واحنا بنمتحن الامتحان هيتم ازاي. هقول لك جزء ستاتيك فانت تبقى عارف يعني ايه ستاتيك، واما اقول لك دايناميك يبقى انت عارف يعني ايه دايناميك. العملي ستاتيك ودايناميك. ستاتيك اللي هو الجزء النظري كأنه محاضرة أخدينها، بناخد يعني ايه بقى قياس درجة الحرارة، ايه هي الطرق، ايه هي الأماكن قياس درجة الحرارة، النورمال رينج، كل الحاجات دي خدناها اسمها ايه؟ ستاتيك. الدايناميك لما بقى ابتدينا ناخد ازاي نقيس درجة الحرارة، خدناها بالخطوات اللي هي الستبس أو الايه الشيك ليست. بناخد الحاجات دي ليه؟ عشان دلوقتي هنعرف بقى امتحان الاوسكي هيتم ازاي من خلال الستاتيك والدايناميك بتاعت ايه اللاب. كده انا عرفت يعني ايه دايناميك ويعني ايه ستاتيك، تمام؟ في العملي يبقى انا في الاوسكي او الاوسبي البطل عندي الجزء العملي. العملي عندي دايناميك وستاتيك. طيب همتحنهم ازاي؟ قلنا في التعريف الأول الأوسكي عبارة عن محطات. يعني إيه محطات؟ وخلوا بالكم الامتحان، تنظيم الامتحان أو طريقة الامتحان بتختلف من جامعة لجامعة، وهناخد دلوقتي هتختلف بالنسبة لإيه. فركزوا معايا كويس، بقول الكلام ده لأن تابعوا الفيديو للنهاية لأن في حاجات مهمة.
لان مش كل جامعة هتمتحن بنفس طريقة الجامعة التانية. قلنا الأوسكي عبارة عن محطات. يعني ايه محطات؟ يعني مثلا انا هدخل المعمل، امتحان الأوسكي بتاعي عندي معمل، فهمت هذاكر كل المعامل بنفس الطريقة، ان في جزء نظري وفي جزء عملي. هيتندى عليا في المعمل هلاقي محطات كذا دكتور، مثلا 20 كرسي، فالدكتور هتقولي تعالى مثلا في الكرسي رقم 6 هتبتدي تسألني سؤال، السؤال ده خاص بالجزء الاستاتيك النظري، وهتبتدي تحله. هتقولي تشينج يعني روح على الكرسي التاني مع دكتور تاني، هتشوف سؤال تاني هتبتدي تحله. خلي بالك السؤال اللي قدامك له وقت محدد. ليه بيتعمل كده؟ عشان ادربك لو انت في المستشفى ومحطوط في موقف معين، المفروض الموقف ده او السكيلز اللي انت بتعملها دي ما تاخدش منك اكتر من الوقت المطلوب. فده مش ديكتاتورية ولا اللي انا بحطك في ستريس، لا، انا بدربك سلوكيا ان انت المهارة دي المطلوب تتعمل في الوقت ده. فالسؤال هنركز عليه ونركز وقته ايه. يعني مثلا انا دخلت على المحطة الاولى، فالدكتور سألتني سؤال في ورقة وهتحله، طبعا مكتوب اسمك، هتبتدي تحله وتشوف وقت السؤال ده ايه، مثلا 3 دقايق، دقيقتين، 5 دقايق. بعد كده الدكتور هتقولك تشينج او موف، اللي انت تحرك على الكرسي التاني. دكتور تانية هتسألك على سؤال تاني، وبرده نفس الطريقة تركز في السؤال وتركز في الوقت بتاع السؤال كده، وهتفضل تتنقل من كرسي، طبعا مع في دكتور وفي سرير وفي دول قدامها سيتويشن معين بالسؤال بتاعك. قلنا هنركز على السؤال وهنركز على الوقت، والدكتور هتقول لك موف او تشينج لغايه ما تخلص كل الاسئله بتاعتك. ده ايه؟ الجزء الاستاتيك النظري. طيب الجزء العملي هتبتدي الدكتور في زي بوكس كده في كذا معمل، كل المعامل اللي انت خدتها هتبتدي تختار معملين، في المعملين دول هتبتدي تمتحنهم وتجيب طبعا ادواتك وكل حاجه. ايه بقى اللي بنغفل عنه؟ من خوفنا بنبتدي نسمع الشيك ليست، فالدكتور تقول لك اشتغل. انت مش بتشتغل ليه؟ تشتغل تسكت، والحته دي اتكلمت فيها كتير. فخلوا بالكم في الجزء الديناميك اللي احنا بقى هنبتدي نشتغل في الشيك ليست بتاعنا او الستبس المطلوبه مننا، نتكلم ونشتغل. وما تقلقش، الدكتور دي مش حد يعني بيجلدك، هم مقدرين ان في طلبه شاطرين جدا، بس ساعات الموقف ده بيخوفهم او بيخضهم، فما تبينش ابدا اللي انت خايف. حاول يبقى عندك ثبات انفعالي، الموضوع بسيط ومش مقلق خالص، هي مجرد بس انت عرفت الفكره الموضوع انتهى. فما تشيلش هم بقى الستبس لازم بالظبط، لا طبعا، مين قال اللي احفظ الشيك ليست بالظبط؟ احفظها باسلوبك، بس باسلوبك مش اسلوبك اللي انا اقول كلمه انجليش والباقي عربي، يعني بالانجليش طبعا، ولكن باسلوب مختصر ووصل المعلومه للدكتور، لكن مش شرط ابدا احفظ زي ما الشيك ليست بيقول بالظبط. طيب انا كده مريت على محطات كتيره وامتحنت واخترت معملين او شيك ليست لمعملين معينين وامتحنتهم. هل كل الجامعات بيتعمل فيها نفس النظام؟ لا. يعني مثلا لو في معاهد، انتوا عارفين دفع المعاهد بتبقى من 1000 و1000 وساعات المعمل نفسه يكون المبنى فيه معمل او معملين، فطبعا العدد الكبير ده مش هيكفي بالاماكن دي، فبيعملوا ايه؟ فبتبقى امتحان الاستاتيك اللي هو النظري بيبقى في المدرج، ويتحط برضو الاسئله، وكل سؤال محطوط الوقت المطلوب منه. خلي بالك من الجزئيه دي وخلي بالك من الجزئيه دي، كل سؤال بيبقى محطوط مطلوب وقت قد ايه، عشان ساعات بتسرحوا وبتنسوا وتقولوا ايه يا دكتور انا لسه بفكر. انت بتفكر بس انت محطوط لك السؤال ده عليه دقيقتين او عليه 3 دقايق.
طريقة تنظيم الامتحان بتختلف من جامعة لجامعة وفقا لعدد الطلبة وأماكن المعامل الموجودة. فسواء كان بتتعمل عن طريق المحطات في المعمل أو هتتعمل الجزء النظري في المدرج، انت بتمتحن على العملي، ولازم تعرف تفرق كويس جدا ما بين الاستاتيك والديناميك